السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة كوكب النباتات. احنا دلوقتي في شهر 10، 15/10. خلاص داخلين على الخريف وعلى الربيع، وده بقى ميعاد زراعة التوم. ميعاد زراعة التوم البلدي. هنبدأ بقى نزرع التوم. وانا بزرع التوم بطريقة تانية غير الناس بتزرعها، يعني طريقتي بتبقى طريقة سهلة خالص بحيث المبتدئين نتعلم بسرعة من بعض ونزرعه وما فيش ولا حباية ولا فص يغيب. طب بنزرع ازاي؟ بالطريقة السهلة بتاعتك نتكلم ونقول. بنفصص راس التوم طبعا، وناخد الفصوص بتاعتها زي ما انتم شايفين، وهنحطها في برطمان يكون مسدود من فوق فيه وفيه ثقوب، يعني السدة بتاعته تكون بتنفس هواء. وهنغسل التوم، نملاه ميه البرطمان ونفضيه في ساعتها. بس هنملى البرطمان ميه ونحط فيه التوم، فصوص التوم، ونقوم مفضي الميه، يعني يا دوبك نبل الميه نرويه، يعني بالعربي كده يا دوبك نروي التوم ونفضي الميه في ساعتها. بس ما نعملش غير كده، ونصفي الميه في ساعتها، ونحط عليه سده قماش او سده بلاستيك بس تكون مخرمه طبعا عشان يتنفس، بس مفيش غير كده. والتوم كل يوم هنملى البرطمان ميه ونصفيه في نفس اللحظه، وما نسيبش ولا نقطه ميه في البرطمان، ونسيبه. بعد كده هيطلع زي ما انتم شايفين، وبعد يومين ثلاثه هتلاقي بقى له جذور، وليه البراعم بتاعته خلاص كبرت وعاوز يتنقل بقى في التربه الدايمه. وكده خدنا التوم كله اتحضر معانا، والاستنبات بتاعه حصل، والجذور بتاعته زي ما انتم شايفين الجذور كامله اهي، عاوزه تربه بسرعه وتتحط فيه. ولو انت حطيت فيه فص التوم بالطريقه اللي انا قلت لها على حضرتك عليها دي، مش هيغيب ولا فص. دي اسمها طريقه الانبات وتحضير قبل الزراعه في التربه. وحضرتك هتشوف البرطمان دلوقتي، وهتشوف الفصوص جواه، وهتشوف الاستنبات بتاعه، وهتشوف الجذور بتاعته زي ما حضرتك شايف كده. والتوم ده زراعته في البيت اسهل حاجه، اسهل ما يمكن. يعني انت ممكن تزرعه باحتراف. ده البرطمان ده طبعا الغطا بتاعه الاصفر ده مخرم طبعا، وانتوا شايفين منظر فصوص التوم. فصوص كلها كبرت، وكلها طلعت لها براعم وجذور. اهم حاجه في جذور. يعني دلوقتي الفص محضر معايا عاوز ينزرع على طول. وانا هستعرض الفصوص قدام حضراتكم نطلعها من البرطمان. دي غابت حوالي، الانبات ده غاب حوالي 4 ايام بس، وتتك على الفص تلاقيه جامد. شايف الانبات بقى قد ايه، والجذور بتاعته باينه خالص اهي في الكاميرا. كل يوم هو بس برويه مره واحده واصفيه واسيبه في البرطمان في مكان يكون دافي شويه. كده انا مستعرض جميع الفصوص اللي كانت في البرطمان اللي انا عملت لها انبات وحضرتها للزراعه بعد اكتمال الجذور زي ما حضراتكم شايفين. اعيد للمره التانية. فصوص التوم بتحط في برطمان يكون الغطا بتاعه مثقب زي المصفى كده، وكل يوم املى ميه وافضيه في نفس اللحظه بس. واحط البرطمان في مكان دافي مظلم لمده 4 ايام. كل يوم اعمل نفس الدوره دي ونفس العمل، ارويه وافضيه مره واحده في اليوم. ولو مرتين كل 12 ساعه يبقى احلى، بس اهم حاجه الميه اللي انت حطيتها في البرطمان تنزلها في نفس اللحظه. شايف كل الفصوص محضره، كله مفيش اسمه فص من غير جدر، وكله طلع له براعم. وكده احنا قدامنا التربه طبعا، وهنزرع فيها بقى. مفيش ولا فص هيغيب من اللي احنا زارعينه ان شاء الله، لان كده احنا اتخذنا الخطوات السريعه المظبوطه اللي تمكننا من الانبات المظبوط. كده حضراتكم شايفين اهو الوضع ده كله. الانبات ده بياخد 4 ايام. ممكن لو زرعنا بالفص في التربه على طول، ساعات التربه بيبقى فيها نسب املاح، وساعات في فص يطلع وعشرة ما يطلعوش، وبيغيب حوالي من 10 ل 15 يوم على ما يطلع. انما كده قدامك على طول ما فيهاش كلام، يعني قدام عينيك. كده قدام عينيك الانبات قدام عينيك والزراعه، وضمنت ان شاء الله ان كل بركه هتحطها او نوره هتطلع مظبوطه معاك. كده بقى بنبدا نزرع التوم. وطريقه الانبات دي طريقه جميله جدا وشيقه جدا وممتعه، لانك انت بتشوف النبات قدامك كل يوم
بيكبر، وكل يوم جذوره بتقوى اكتر مع الري ومع الصرف. كل يوم اروي واصرف في نفس اللحظة. وكده هزرع. طبعا الزراعة بتبقى سهلة جدا. تربة طبعا انتوا عارفين دي تربة مخلوطة، رمل وتربة سمرة، وفيها عليها نسبة سماد، برضو سماد بلدي أو سماد باري أو سماد مخلفات الحمام. الزراعة بص سهلة، التربة زي الحنة، سهلة خالص. بنحط الفص يا دوبك الجدر بتاعه أقل من نص سنتي، يا دوبك نص سنتي في التربة. وبعد كده طبعا التربة دي خلي بالكوا أنا مرويها سنة، يعني بحيث إن هي يبقى فيها نسبة رطوبة برضو عشان أعرف أشتغل. يعني كده يا دوبك إيه نص سنتي بالكتير ماشي للفص، والباقي كله طبعا إيه يبقى بره. أنا بحاول أوري حضراتكم برضو الجذور اللي نمت في الثلاث أيام ولا الأربع أيام اللي فاتوا بتوع الإنبات، ودولت اللي هيريحوني بعد كده، ودولت بيأثروا الوقت. يعني بدل ما اخد 20 يوم عشان اوصل للنتيجة زي اللي حضرتك شايفينها دي، لا، انا هخلص الوقت ده كله مسافة 4 ايام. وخلوا بالكم النبات دلوقتي قوي، يعني فص التوم تلاقيه قوي قوي 10/10، والانبات بتاعه مطلع جذور كاملة. ودي بتشتغل على طول في التربة، ساعة ما بتشم الرطوبة والعناصر في التربة ان شاء الله بتشتغل على طول. وطبعا ممنوع اي تسميد وممنوع اي حاجة، مفيش غير الري بس. يعني انت نروق بحرص، كل ما نلاقوا ان الايه يعني في الاول 5 ايام يبقى في ري كل يوم بسيط، تسقسيق بالراحه كده، بحيث ان الجذور دي تلاقي ترى على طول عشان تقدر تشتغل وتجيب من العناصر اللي تحت. وبعد كده الري هيبقى منتظم وهيبقى كويس. الري هيبقى لو لقيت ان الارضيه بقت فيه جفاف يبقى احنا هنروق. مفيش جفاف وفي ترى والعمليه ماشي، يبقى ما تجيش ليهم الايه، ما تجيش ليهم التربه وما ترويش. ويا ريت اللي بيشاهدنا لاول مره يشترك معانا في القناه، ويدعمنا بالشير وبالاعجاب واللايك والحاجات دي، لان دي بتدعم القناه طبعا، ويبقى في استمراريه ان احنا نقدر نقدم محتوى على طول مظبوط. وكده بنكمل مع زراعه الثوم البلدي المصري. وكده قربنا نزرع القصيص كله في التربة المخلوطة بتاعتنا، التربة اللي عليها سماد. وزراعة التوم جميلة جدا في المنزل، ومش عاوزة خالص أي تعب خالص. وهي المرحلة الأولى اللي أنا حاولت إن أنا أجهز فصوص التوم فيها، هي دي أصعب مرحلة. وأنا عافيتكم من وقت طويل، وعافيتكم إن ممكن تلاقي فيه فصوص كتير ما تطلعش، وممكن تغيب حوالي 15 يوم أو 12 يوم عشان بعض الفصوص تطلع. وممكن يكون التربة فيها نسبة أملاح بسيطة وتعوق الايه انبات البذور اللي هي التوم. كده ان شاء الله باذن الله معظم الفصوص دي خلاص طلعت، وكده الانبات حصل بالفعل. والبراعم الخضراء دي طبعا كلها خلاص كبرت، وهو ده ميعاد ان هي عاوزه تشوف الشمس والنور. يعني هي كده خلاص التوم وصل ان الانبات بتاعه حصل وانتهى. وكده خلاص عاوزين كده، عاوز النبات عاوز يشوف بقى النور وعاوز يشوف الشمس عشان البراعم دي تقدر وتقوى بقى، والجذور بقى تدور على ميه. يعني تبدا الجذور من النهارده ان شاء الله هتبدا بقى تبحث عن الميه تحت في التربه. يعني انا لازم ارويها طبعا واساعد مع النبات عشان يبقى في استقرار في النمو في المرحله الاولى دي طبعا. بس هو من النهارده الجذور دي هتبدا تدور على ميه وعلى مواد وعلى غذاء تحت في التربه ان شاء الله. فانا بساعد بس عشان عمليه النقل بس من البرطمان للتربه. وطبعا هيبقى في حلقات تانية عن التوم بالذات، وهعمل حلقة كبيرة مجمعة طبعا، وهيبقى فيها ان شاء الله من الانبات للزراعة للرعاية لحد الحصاد باذن الله. هيبقى في حلقة كبيرة هتبقى في قصيص اكبر كمان من دي. بس انا قلت احاول اقدم الحلقة دي في الميعاد بتاع شهر 10، وده الميعاد الطبيعي.
يعني احنا معانا زراعة التوم من اول 10 لحد شهر 11. لحد شهر 11 زراعة التوم البلدي المصري. كده انا بستعرض لحضراتكم تشوفوا البراعم. طبعا بعد الفصوص ما اتزرعت كويس واستقرت وثبتت مكانها، ورويت ري غمر في اول مره. ولازم يكون، انا ما اوثقوش الصرف، لازم يكون صرف كويس، يكون مظبوط بتاع القصيص. ويا ريت ما ننساش دعم القناه طبعا في الاشتراك واللايك والشير. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.